احنا هنتكلم عن الطاقه. طيب الطاقه ما بين انها سحر ودجل وشعوذه وعلم الشياطين والجن، وما بين انها علم المصريين القدماء وعلم الاصل، واللي بيفهمه بيفهم في كل حاجه. الاول هنعرف ايه هي الطاقه. الطاقه زي ما في طاقة كهربائية وطاقة كهرومغناطيسية وطاقة نووية. الطاقة تعريفها البسيط جدا هي القدرة على إحداث أثر، فأي حاجة بتحدث أثر دي بنسميها طاقة. زي كده اما بشغل النور الاقي النور يشتغل، دي كده طاقة كهربائية، في حصل أثر ورا ان انا دوست على الزرار. تمام كده؟ طيب اكتشفوا ايه بقى؟ ان في اثر بيجي من الكلمه. يعني انا ممكن اقول لواحد كلمه تضايقه فيبدا يتعصب ويزعل، فيبدا حرفيا يسخن ودانه تحمر، فلقوا ان في اثر. فاذا الكلمه هنا اكتشفوا ان ليها طاقه. طيب وليه الكلمات كلها اكتشفوا ان لها طاقه؟ اما واحد بيروح يتقدم لواحده ويقول لها بحبك، فتبدا هي تفرح وتبدا تتكسف وتبدا تعرق ايديها ترتعش، ففي اثر. فاكتشفوا ان في حاجه اسمها اثر للكلمه. فجاء عالم في اليابان اسمه ايموتو. العالم دوت عمل ايه؟ صور طاقه الكلمه، صورها حرفيا يعني فيزيكال. جاب الميه، فكان يقول للميه ايه؟ بحبك، ويروح مجمد شويه الميه دول ويروح حاططهم في الفريزر. بعد ما يجمدهم يروح حاططهم تحت الميكروسكوب ويشوف شكل طاقه الكلمه اللي هو طلعها من بقه على الميه، على ذرات الميه. فيجي لشويه ميه تانيين يقول لهم مثلا ايه؟ بكرهك. فاهمني ازاي؟ ويروح مجمدهم وحاططهم تحت الميكروسكوب. فلقى ان في اشكال، ان كلمه بحبك بتدي شكل حلو جدا، كلمه بكرهك تدي شكل وحش جدا. طيب خطوره الموضوع ده ايه؟ ان احنا جسمنا 70% منه ميه، فاذا الكلمه هنا بتاثر علينا. حتى كلمات زي حرب، سلام، تلاقي دي بتدي شكل سلام تدي شكل حلو جدا، وكلمه حرب تدي شكل وحش جدا. كعادتنا بقى في موضوع الطاقه، هو موضوع مش ممسوك، مش مادي، واحنا الان في عصر الماديه. طبيعه اي علم مش مادي بيحصل فيه حاجتين: بيحصل فيه هبد جامد جدا وما تعرفش تمسكه، ما تعرفش تقول طب ده صح ولا ده غلط. وبيحصل الحاجه الثانيه ان في ناس ممكن تستغله بشكل مش كويس. فاكتشفوا ان في حاجه اسمها طاقه حيويه. طاقه حيويه، الانسان نفسه ليه طاقه، وكل شيء في الحياه ليه طاقه. الشجر ليه طاقه، والجماد ليه طاقه، والانسان ليه طاقه، واحنا كلنا بنتاثر بالطاقات اللي موجوده في الكون. احنا بالظبط ابراهيم يعني احسن تشبيه شفته، احنا بالظبط عاملين السمك اللي بيعوم في الميه. احنا السمك، والميه ديت ما هي الا عباره عن طاقات، فاحنا عايشين في بحر من الطاقات، فبناخد من الكون الطاقات اللي احنا عايزينها وبنجذب من الكون الطاقات اللي احنا عايزينها. ايه مميزات ان انت تدرس طاقه؟ تدرس طاقه للناس اللي بتحب اسئله ليه في اي حاجه. انا من الشخصيات دي. انا طول عمري من وانا صغير ما بعرفش اشتري كلمه هو كده، هو ربنا عايز كده، وفي الاخره وفي الجنه والكلام اللي بيتقال لي ده، طول عمري اقعد لا ليه. فالطاقه علمها هيفسر لك كتير من الليه اللي بتجيلك. فيجي لك مثلا يقول لك الرزق بيتوزع الصبح، ساعة الصبح بعد الفجر. ايوه ليه؟ فتعرف ان اعلى طاقات في الكون هي طاقة الصبح. بتعرف تاخد اعلى طاقات موجودة في الكون، واقل طاقات موجودة في الكون هي طاقة وقت الغروب، وقت المغرب. فتلاقي في حديث عن الرسول يقول لك وقت المغرب ده بطلوا لعب، خلوا العيال تهدى، خلوا العيال تقعد. ليه؟ لا دي اقل طاقات، معرض يحصل حوادث، معرض تتكسر، معرض يحصل حاجة، فتبدأ تعرف وعشان كده فتبدأ في حاجات تنور في دماغك. في حديث سمعته وانا صغير طول عمري، اللي هو طب يعني ايه الحديث ده؟ يقول لك لو اتجرحت ولا اتعورت ولا حاجه، تحط ايدك على ريقك وتحط صباعك في التراب وتقول بسم الله بريقه بعضنا تربه ارضنا يشفى جريحنا، وتحطها في قلب تربه الارض او الارض وتحطها على الجرح. ايوه ده ايه؟ ده طاقه. اما تدرس بقى طاقه، ده طاقه صرف. هو حديث بيتكلم عن الطاقه بشكل صرف. تعرف ليه الدعاء تدعي كده؟ تعمل ايديك لفوق. الموضوع كبير. الارض اللي فيها طاقات وبتاخد طاقات، عشان كده يقول لك امشي حافي. الارض بتسحب طاقات سلبيه من جسم الانسان وبتديك طاقات ايجابيه. بس خلينا بس امشي بالسيكونس اللي انا ماشي بيه. فتعرف ليه الدعاء المفروض تدعي كده ايديك لفوق؟ ايه السبب؟ ليه ما ادعي كده؟ طب ليه المصريين القدماء كانوا بيعملوا كده، يحطوا ايديهم على صدرهم كده الاثنين؟ فعلوم الطاقه تبدا تفسر لك كل الحاجات دي من علوم الطاقه، فتبدا ترتاح، تبدا تتبسط. في دكتور اسمه ابراهيم كريم، ده من عظماء اللي موجودين في الارض. دكتور ابراهيم كريم مؤسس علم البايوجيومتريك. بيقول لك كان ليه برنامج زمان اسمه وقل ربي زدني علما. فبيقول لك كان معانا مشايخ ورجال دين يعني ودكاتره علماء. فبيقول لك وبنتكلم في موضوع الطاقه، فجبت بسكوته وقلت للشيخ قول على البسكوته دي بسم الله الرحمن الرحيم، بس قولها بذمه. ففي جهاز كمبيوتر كده، حاجه اسمها باي ويل، بتحط صوابعك بيجيب لك جسمك من جوه من ناحيه الطاقه. فبيقول لك عملنا الجهاز دوت عليه، فطلع عنده مشاكل في المعده ومشاكل في القولون. وبعد كده قلنا له بقى ايه؟ كل البسكوته. كل البسكوتيه اللي هو قال عليها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك عملنا له، خليناه يحط صوابعه، وشفنا جسمه تاني على الجهاز بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك القولون اتظبط، المعده اتظبطت. فالشيخ بيقول له انتوا ما بتقولوش الكلام ده للناس ليه؟ فهو بيقول له انتوا اللي المفروض تقولوا الكلام ده للناس، لان كلمه بسم الله الرحمن الرحيم كلمات لها طاقه. الكلمة لها تردد طاقي. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم طاقة منظمة لكل ما هو في جسم الإنسان. الهمهمات اللي احنا بنقولها دي لها معنى. فعلم الطاقة هيفهمك كل ده. طيب سلبيات علم الطاقة.
علم الطاقه علم مش مادي، مش ممسوك، فبيكثر فيه الهبد. فاي حد بيطلع يقول اي حاجه انت ما تعرفش تقول هو كلامه صح ولا كلامه غلط. فاطلع اقول لك بقى ايه، يطلع يقول لك اقعد سقف قول انا معايا فلوس، انا معايا فلوس، فيقول لك بقى يجيبه ده يقول لك بص بتوع الطاقه هبل ازاي. ما هو علم مش ممسوك، فبيكثر فيه الهبد. كل اللي عايز يهبد بيهبد باسم علم الطاقه. من سلبيات علم الطاقه ان لو انسان مش سوي ممكن يستخدم العلوم ديت في حاجات تضر نفسه وتضر غيره. فعشان كده لازم اللي يتعلم علم الطاقه يكون سوي. تالت حاجه، علوم الطاقه مش علوم لعامه الناس. لو انت شخص مش بيستفزك سؤال ليه، يكفيك انك تصلي الفروض، تعمل كل الاعمال بالقلب، يكفيك ده بس. تقرا اذكار الصباح والمساء وتقرا وانت فاهم انت بتقول ايه بقلبك، تصلي وانت فعلا بتصلي بخشوع، يكفيك ده. ما تعلمش تاني عن الطاقه. يعني أنا كل ما ادرس حاجه في الطاقه فكانوا ياخدوا رايي بعد الكورس، يقول لي ايه رايك، اقول لهم اللي علمه اللي وعيه مش عالي ما يدرسش طاقه. يكفيك ما تخشش بقى في قصص كبيره. يكفيك انت لو صليت الفروض الخمس بقلبك، لو قرأت الاذكار بقلبك، انت مش محتاج حاجه تاني من الطاقه اصلا. انت كده خدت كل الطاقه. وتعرض نفسك لاماكن فيها طبيعه زي كده، بس انت مش محتاج حاجه تانية في الطاقه. لان انت ممكن في ناس بتستخدمها وحش، وهو علم تقيل مش علم خفيف. عشان كده يا ابراهيم حتى المصريين القدماء كانت العلوم دي مش لاي حد. يعني كان عامه الناس ما بتفهمش العلوم دي. يعني مش كل اهل مصر زمان كانوا يفهموا في علوم الطاقه. علوم الخيمياء وعلوم الطاقه، الخيمياء بالخاء، وعلوم الطاقه كانت لناس معينه بس، الناس اللي تعرف تستخدمها صح، الناس اللي تعرف ما تاذيش بيها. عشان كده بقيه العامه ما ينفعش يعرف عنها حاجه. اعتقد انا كده قلت ايجابيات الطاقه وعيوب الطاقه. بص هو ده مش ريليتد بموضوع الطاقه. هو ده في حاجه يقول لك عذر بالجهل، ان الله عز وجل طالما انت جاهل بالموضوع مش هيحاسبك عليه، ودي من رحمه ربنا. يعني طالما انت ما تعرفش عنه حاجه خلاص فمش هيحاسبك عليه. انا بتكلم في حته ايه يا ابراهيم، حته الوعي. علم الطاقه علم تقيل، حرفيا علم تقيل، حتى تمارينه تقيله جدا. يعني لو انت وعيك قليل، بص هو الوعي اصلا طاقه. الوعي حرفيا بينقلك من طاقات بتسيب طاقات وتعلى تاخد طاقات تانية اعلى. فلو انت وعيك قليل مش هتستحمل، مش هتستوعب، هتتلخبط على الفاضي، هتلخبطك. كل ما وعيك زاد كل ما انت استقبلت العلوم دي بمنتهى السلاسه والسهوله، وتجاوب عليك ليه بمنتهى السهوله. تسمع عن الرقيه الشرعيه، يقول لك الرقيه الشرعيه انت بتقول برضو بعض الادعيه وبتحط كف ايدك اليمين على راس التعبان. طب ليه؟ ما هي دي كلها علوم طاقه. اما تبدا تفهم طاقه تعرف الافكت بتاع ده ايه. فهي علوم تقيله، بس لو انت وعيك عالي هتاخدها بمنتهى البساطه. لو انت وعيك قليل خلي الاول وعيك يزيد، اتعلم عن حاجات عن الوعي، اعرف حاجات، ادرس حاجات لها علاقه بعلم النفس، ابدا افهم شويه عن نفسك.